ظلم المجتمع للمثليين. الظلم ممنوع، لا تظلم أحد إطلاقا، اعدل مع المخالف أيا كان، كما قلت في بداية المحاضرة، مثلي، فاشينيستا، قاتل، سارق، غشاش، مرتشي، نعدل معه بتطبيق القانون عليه. وين المشكلة؟ ما هي أنواع المظالم التي تقع على المثليين في مجتمعاتنا خاصة احنا الشرقية أو العربية؟ واحد، يوجد ممارسات اضطهاد، تنمر عليهم، وأحيانا استغلال بشكل بشع استنادا إلى أي سبب من الأسباب، موقع السياسي، الموقع الأمني، الموقع الاجتماعي، وهذا الاستغلال بشكل جسدي يكون، بشكل غريزي، بشكل سلب حتى حقوق الخاصة كإنسان عام، يعني مو شرط في المثلية. هذا الموضوع وعزلهم عن المجتمع وعدم هذا ظلم، لأن جريمتهم لم تكن مثل غيرها من الجرائم، ولهذا هذه الجريمة عقوبتها القتل، سواء كان قتل الفاعل والمفعول به، سواء كان محصنين أو غير محصنين. فقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي، لكنهم اختلفوا في كيفية القتل، فمنهم من يقول يقتل بالسيف، ومنهم من يقول إنه يلقى من أرفع مكان في البلد ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، ومنهم من يقول إنه يحرق في النار. قد حرق الصديق وغيره من الصحابة، حرقوا اللوطية بالنار، فهم أجمعوا على قتله، وإن اختلفوا في الوسيلة أو الكيفية التي يتم بها قتله.